السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة إن موضوع وسام أبو علي في الفترة اللي فاتت دي دخلت في أكتر من أسبوعين من بعد بطولة كأس العالم للأندية، أخدت حيز إعلامي كبير جدا في الفترة الأخيرة. طبعا بسبب مشكلة إصراره على إنه هو يرحل، وإنه كان واخد قرار مسبق قبل كأس العالم للأندية إنه بينه وبين نفسه على الأقل إن هو ماشي من الأهلي، وكان بيحاول يتألق في البطولة دي علشان يحصل على عقد كبير سواء كان بقى في اوروبا، امريكا، الخليج. الفكره انه حق مشروع اي لاعب، ومش هو لوحده، كل اللعيبه اللي كانت بتلعب في كاس العالم للانديه اللي كان عايز يلاقي فرصه افضل كان بيحاول يتالق، بحيث انه على الاقل بالنسبه للدول الافريقيه او اسيا وامريكا الجنوبيه بيحاول يتالق عشان يلاقي فرصه كويسه في اوروبا وفي امريكا او في اي مكان يحسن بيه عقده، لان العقود دلوقتي اصبحت عقود احترافيه. يعني غضب جماهير الاهلي اللي انا شايفه دلوقتي هو في جزء مبرر بسبب فكره العاطفه، ان انت في ارتباط بينك وبين اللاعب، وفي عشره زي ما بيقول، وفي حب، وفرحان بيه وفرحان بتألقه، وانه ازاي كان الاول ما حدش يعرفه وجه الاهلي وبقى مشهور وتألق وحب ده، وكان الافضل انه يستمر ويحقق بطولات مع الاهلي، خاصه الاهلي محتاجه، خاصه في بطوله افريقيا والدوري السنه دي على الاقل. لانه عشان نكون واضحين، هو من بعد الاصابه الاخيره في الموسم اللي فات ده ما عملش الشغل. هو الشغل اللي عمله كان في نص الدوري بتاع العام اللي قبل اللي فات، وطلع الهداف فيه، وبعد الاصابه تقريبا اختفى، مش هو وسام ابو علي، ورجع تألق تاني في كاس العالم للانديه، ودي كانت فرصه بالنسبه له. احنا عندنا ذاكره السمكه للاسف. يعني هو جه في وقت كنا مخنوقين وسام انه مش نفس الاداء بعد اصابته ولا نفس الاهداف اللي بيسجلها، ولما جه لدرجه الناس كانت خلاص بتفكر تبيعه وتخلص منه. لما جت فكره تألقه بقى في كاس العالم والثلاث اهداف في بورتو، انا خلاص هيرجع بقى وسام، بقى هو وسام بقى اللي احنا نعرفه. وسام بقى قال لك دي فرصه عمري وده عقد احترافي، فانا محتاج احترف. انا خلاص مرحله الاهلي دي يا اخوانا دي مرحله في حياتي وانتهت. خدت خبره، اشتهرت على اسم الاهلي، محتاج ان انا بقى اتنقل نقله افضل بالنسبه له، افضل عقد افضل. فتيجي هنا بقى فكره العاطفه بين واحد كلاعب بيختار حياته ومستقبله ومصلحته بشكل مادي، وبين النادي وجماهيره اللي بتدور على انه ده احنا اللي عملناك واحنا اللي صنعناك واحنا اللي بنحبك وعايزينك معانا. الصدام ده ما كانش له حل. ليه؟ لان الجلسه اللي حصلت مع الكابتن محمد يوسف بين وسام والكابتن محمد يوسف ما كانتش وديه. ما كانتش وديه يعني ايه؟ يعني كان محاوله اقناع الكابتن محمد يوسف احنا عايزينك ومحتاجينك وانت كابتن كبير وجماهير قال له سوري انا اسف، انا عايز احترف يا ابن الله يهديك، احترف، مش عايز اكمل. ده اللي حصل، وده الصدام، ان كل واحد مصر على الموقف. انا متمسك مش هترحل الا بمبلغ مالي معين، والتاني انا مصر ان انا ارحل وعايز اجرب في مكان تاني افضل بالنسبه لي او تجربه جديده بالنسبه لي. ففكره العقود والاحتراف دي عاديه خلاص، يعني في الزمن ده اصبحت من كتر الصدمات اللي الجماهير بقت بتشوفها في لاعبتها من انديه، يعني بتلاحظ انه لا خلاص كل واحد ورا مصلحته، اصبحنا في زمان كل واحد ورا مصلحته. فكلمه عاد احتراف وعاطفه وانتماء ما عادش الكلام ده موجود خلاص. انا مصلحتي فين؟ مصلحتي فين؟ دور عليها. وهو حظه بقى، ممكن يندم بعد كده او ما يندمش، خلاص هو اختار، خد القرار واختار هو ووكيله، وخلاص في مرحله مفاوضات مع نادي كولومبوس الامريكي. وهنتكلم عن المفاوضات ديت، ايه المبالغ بتاعتها وايه الاهلي عايزه واللي ممكن يتم واللي مش ممكن يتم، وهل هتتم ولا لا بعد شويه. بعد ما اتكلم على فكره انه الاحتراف دلوقتي والعقود الاحترافيه زي ما هي في مهنه اللعيبه والانديه، هي موجوده برضه في المهن التانيه، هي نفس التفكير، بس لان في شو اعلامي ناحيه اللعيبه وفي ارتباط جماهيري بعاطفه مع اللعيبه، هو ده اللي بيعمل البروباجندا والشو ده اللي دخلنا فيه اسبوعين ولا 3 اسابيع دلوقتي. دي خلاصه الموضوع.
انتقل ما انتقلش، مفاوضات مع انديه خليجيه لا ما فيش، لا ده المفاوضات فشلت، لا ده هرب، لا ده كله كلام شو اعلامي فيه تسخين شويه. الجميل في الموضوع بقى هنا ايه؟ الخلاصه في الموضوع ده والجميل فيه ايه؟ هو ان النادي الاهلي كنادي كبير وعريق ومنظم واحترافي اصر على موقفه ان انا عايز حقي، عايز حقي في حاجتين: تلعب معايا وظبط لك عقدك، او هتمشي بالرقم اللي انا عايزه اقدر اقول ان انا استفدت منك وتستحق فعلا انك ترحل وتحترف بيه. فهنا اصرار اللعيب، وطبعا في لسه عقد مع وسام، لسه عقده معاه 4 سنين، ففي صلاحيه والقانون مستسلم والفيفا مع النادي الاهلي. اذا الحل دلوقتي فين؟ ان وسام ووكيله يقنعوا نادي كولومبوس برو الامريكي انه يوافق على الشروط اللي هي الاهلي المعروض 7.5 لعقد الاحتراف، وفي 1.5 مكافاه نتائج يعني يحرز اهداف وبطولات، وفي 15% اعاده بيع. ده الموجود دلوقتي. الاهلي طالب ان 7.5 دول يبقوا 8، وان ال1.5 مكافاه نتائج دي بونص تكون 2، وان اعاده البيع تكون 20%. الوكيل بيقول ان احنا مش هنقدر نوصل للمبالغ ديت في اتفاق مع كولومبوس، والاهلي مصر. هيوصلوا لحل وسط، هيوصلوا لحل وسط، ده مؤكد، لان مفيش لعيب هيلعب غصب عنه، وطالما حط في دماغه انه عايز يحترف وعايز يلعب، حتى لو قعدته دكه مش هيدي، لو نزلته بلعب مش هيدي، فانت كده كده خسران. فانا كنادي اهلي انا عايز استفيد من الراجل ده بايه؟ اني اوصل لصفقه مربحه بالنسبه لي في ال3 بنود دول، بيها اقدر اقول اتفضل روح احترف. وفي نفس الوقت، ودي النقطه المهمه جدا، اني ببعت رسائل لبقيه اللعيبه اللي اي واحد فيهم دماغه بيشتغل ويلف وعايز يلعب نفس لعبه وسام، انه لا حبيبي، عايز يبقى جيب لي عقد كويس واتفضل، مش هلاعبك غصب عنك، جيب لي عقد كويس ومحترم تروح تحترف، والا تلعب معانا زي الباشا ونكسب احنا الاثنين. وسام طبعا كان حصل عليه غرامات بسبب عدم حضوره للتدريبات والقياسات البدنيه واللياقيه، وطبعا ده كان نتيجته انه استبعد من معسكر تونس. كل دي زي ما تقول كل واحد معاه كروته بيلعب بيها. انا بحاول اضغط ان انا لا مش عايز ومش هكمل والتاني عقوبات وكله بالقانون. في اخر كلام وصلنا له دلوقتي مع كل الزعل بقى واللي حصل بين الجماهير وبين اللعيب، وقد ايه هو كل ده كلام مش اي فايده دلوقتي. هو راجل خد قراره، وراجل عايز يعيش في امريكا، وراجل اختار ان هو مع انه كان له عروض ثانيه خليجيه، بس هو اختار انه عايز الفيزا الامريكيه، وده راجل محترف وراجل فلسطيني عايز يعيش في امريكا خلاص. وكمان راتب سنوي من نادي كولومبوس 4 مليون دولار في السنه، ففي ميزات كويسه جديده. الوكيل ووسام عشان ينجحوا الصفقه دي هيضطر وسام يستغنى عن جزء من راتبه السنوي الخاص بيه علشان يكمل على الصفقه دي اللي كولومبوس مش راضي يعلي عليها عشان الاهلي يوافق عشان الصفقه تسيب. يعني لو الوكيل وصل في مفاوضاته مع كولومبوس ان كولومبوس مصر والاهلي مصر، هيضطر وسام انه يدفع من حسابه مستحقاته عند كولومبوس خلال اول سنه على الاقل مبلغ يكمل بيه اتفاق الاهلي ويخلص الصفقه. ومن المتوقع في خلال ساعات قليله الاهلي هيصدر بيان بانتقال اللاعب وسام ابو علي الى نادي كولومبوس الامريكي، وتنتهي الصفحه دي والبروباجندا دي. لكن الدروس المستفاده منها اصرار الاهلي والاحترافيه بتاعته رغم ضغط وسام ووكيله في الاعلام، وما ادراك ما الاعلام بالبرامج اللي فيها غير برامج التوك شو وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي والضغط الجماهيري، كل ده لم يؤثر على احترافيه النادي الاهلي في انه اللي انا عايزه هو اللي هيحصل، واللي انا عايزه هو اللي هاخده. وانا شايف ان هي مربحه للاثنين. بمعنى ايه؟ وسام استفاد من الاهلي شهره واكيد فلوس، والاهلي استفاد من وسام برضه بطولات ونتائج، ولما يبيعوا برضه فلوس، فالاثنين كسبانين. بس هي بتبقى ايه؟ واقفه على تفاصيل صغيره كده في الاخر، انا عايز المبلغ ده، لا مش هينفع، طب خلاص من غيره الدنيا واقفه، لا ده وسام لا ده وسام هرب، لا ده وسام متمرد، لا ده.
اي مرحله مفاوضات لازم تبدا بالتخبيط ده، عشان في النهايه نقعد ونرسى احنا عايزين ايه وايه اللي ممكن نسويه او ايه اللي ممكن نتفق عليه ويبقى مرضي للطرفين. وكده تبقى انتهت مشكله وسام، وانه راح قعد في امريكا وخد راتب كويس، والاهلي ياخد المبلغ ويشتريه احسن من وسام، ويبقوا الاثنين كسبانين. والى لقاء اخر ان شاء الله.